كير. الضحكة دي الناس الكوتي كوتي خلصت حفظت كوتي كير فيتو فيها أساس فيها زيت زيتون يحمي بشيط من الزرازو كوتي 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 كير. كوتي 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 كير دي حفظت كوتي كير. أحلى حاجة هنا الجمبري والفيليه بس. لما بيبقى ساقع كده الرز بيبقى وحش، لما كان سخن بيبقى حلو. بصوا يا جماعة، هو دلوقتي ساقع فأنا مش أميز حاجة. يا جماعة مكرونة بابا مش أميز حاجة، وحشة البطاطس. طبعا يا جماعة أوحش حاجة هنا إن انتوا كده لما بتدخلوا بتلاقوا دخان، فهتلاقوه بيحرق عينكوا شوية. يا ريت يا جماعة صحاب المطعم يلغوا الفكرة دي عشان عيننا حرقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق. النهارده جايلكم فيديو جديد يا جماعة. انتوا هتلاقوني من أول ما بدأت الفيديو وأنا بضحك عشان احنا جبنا مطعم اسمه بيضحك جدا. هتقولوا لي طب اسمه ايه؟ أقول لكم اسمه لمؤاخذة. يعني ايه؟ أنا عمري ما شفت اسم مطعم اسمه كده بجد. طبعا أول حاجة كده لما بتدخلوا تحسوا بوجع دماغ. هو المرة دي زحمة فهتلاقوا الدنيا دوشة شوية. طبعا يا جماعة دلوقتي الوجبة بتاعتي هتكون عبارة عن بطاطس، رز، كاتشب، وجمبري، وفليه، وعصير، ولعبة. وجبة بابا مكرونة بالجمبري، ووجبة ماما هي رز وجمبري. هي وجبتي هي طيارة. جماعة أنا كسبت طيارة، جابولي لعبة طيارة. من الأكلة بقى بتاعتي وعصير مانجو. طبعا يا جماعة كده هدوق الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة. ده ادي فيني لا مع الرز دي بقى هتكون جامدة. جمبري أنا بعشق الجمبري. أنصحكم جربوا وجبة الأطفال، هتحبوها جدا. أول مرة في حياتي أجرب بلح البحر، يعني بجد أنا مبسوطة جدا إني جربته وهندوق. الله، أول مرة أجربه بجد وبجد أنا حبيته. ناقص آكل القش بتاعه. بتجمع دخان جاي في عيني بيحرق. هندوق دلوقتي المكرونة بقى ونقول بسم الله. هي اولا انا مش حاسه بطعم المكرونه، حاسه بطعم الخضروات اللي فيها. حاسه بطعم الخضروات اللي فيها والصوص. بس
جميل برضه، هتحبوها لو دقتوها. الجمبري بتاعها فظيع. طبعا يا جماعة ما جابوش كاتشب، هو مكتوب في المنيو ان فيه كاتشب بس ممكن يكونوا نسيوا الكاتشب. نيجي على الفقرة اللي بعديها. جمبري هو مختلف شوية عن اللي عندي. نص نص بدي. كمان أنا من عشاق السمك ومن عشاق الحاجات دي ومن عشاق أكل البحر دول وبلح البحر. هما يجوا يجربوا الأكلات دي. أحلى حاجة هنا الجمبري والفيليه بس. لما بيبقى ساقع كده الرز بيبقى وحش، لما كان سخن بيبقى حلو. بصوا يا جماعة، هو دلوقتي ساقع فأنا مش أميز حاجة. يا جماعة مكرونة بابا مش أميز حاجة، وحشة البطاطس. طبعا يا جماعة أوحش حاجة هنا إن انتوا كده لما بتدخلوا بتلاقوا دخان، فهتلاقوه بيحرق عينكوا شوية. يا ريت يا جماعة صحاب المطعم يلغوا الفكرة دي عشان عيننا حرقتنا. ولايك شير سبسكرايب كان معاكم حبيبة والسلام. حطولي لايكات كتيرة عشان سنتي دي دلوقتي هتطلع وهتزعل منكم. اوكي فسلام، كان معاكم حبيبة.